السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا المحترمين على اليوتيوب، بتمنى حضراتكم لايك وشير ونشترك في القناة عشان يوصلكم كل جديد، ونصلي على النبي عشان كلنا ناخد ثواب. فضلا وليس امرا يا جماعة نشترك في القناة. يا جماعة، حد شاف الفيديو بتاع رضا عبد العال اللي هو بعد مباراة الاهلي والزمالك؟ اقسم بالله الراجل ده حرفيا بيقول كلام يعني يدل ان ده يعني اللي هو انت ايه، لوهلة كده تقعد مع نفسك. ازاي ده كان بيلعب كورة؟ ازاي ده راجل كان بيلعب كورة وكان متألق وكان يعني نجم كبير؟ مش فاهم والله. والله ما فاهم. يعني هو بيقول كلام يعني ده ما يطلعش من لاعب كوره يا جماعه. والله ما يطلع من لاعب كوره. يعني هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك الكره جت في دماغه الاول، في دماغ سيف الدين الجزيري، وبعدين خبطت في ايده ودخل الجون. ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ ما تحسبها، ما هي بتتحسب لفرق تانية. بتتحسب لفرق تانية. نهار اسود! ايه يا عم اللي انت بتقوله ده يا عم؟ يا عم ايه اللي بتقوله ده يا عم؟ طلعت بعد مباراة الاهلي وسيراميكا وقلت الاهلي كان ليه ضربة جزاء، والحكام طلعت يعني شرحت القانون تفصيليا بالظبط، وقالوا ان دي مش ضربة جزاء، لا الاولى ولا التانية ضربة جزاء. والبنا كان راجل 10/10 وما غلطش ولا اي حاجة، وليس هناك اخطاء او ضربات جزاء على النادي الاهلي. ازاي انت النهارده بتقول حاجة زي كده؟ ايه هو اللي يحسبه؟ هو ده يعرف اهلي ولا زمالك؟ ده يعرف إيه؟ الحكم ده يعرف اهلي ولا زمالك؟ وبعدين كان عمال يوزع، تعالى انذار، تعالى انذار. والله في لعيبه في الاهلي اقسم بالله مديها انذارات انا مش فاهم هو عاطيها على ايه، مع العلم ان انا اتفرجت على كل ثانيه في الماتش مش كل دقيقه. ولكن يعني في اخطاء يعني انذارات اداها للعيبه الاهلي انا مش فاهم هو اداها بناء على ايه، ولا اداها ليه اصلا. فانت النهارده عايز تقول ان ده كمان مع الاهلي؟ ده حكم تركي لا يعرف لا اهلي ولا زمالك ولا اسماعيلي ولا بيراميدز ولا يعرف اي حاجه. ولا يقول لك ايه؟ ما هي البطوله دي مفصله للاهلي، البطوله دي معموله عشان خاطر الاهلي، وكلنا عارفين ان البطوله دي بتتعمل ليه. يا عم مسلك بقى، يا عم مسلك بقى، اقسم بالله خنقتنا بقى يا عم. يا عم مسلك بقى يا عم. والله النفاق ده ما هينفعك. دي كوره، دي كوره يا جماعه، مش فاهم في ايه بالظبط. هو انت هتحاسب على الكوره دي؟ مش فاهم انا. يعني انت لو طلعت اتكلمت على الزمالك هتخش الجنه في الاخر؟ ده نفاق، نفاق. اتكلم، قول الحق، قول الحق، قول الحق لو على رقبتك. انا مش فاهم الكلام اللي انت بتروح تقوله بناء على ايه. يعني هل انت مأجور؟ معلش، ما عشان نبقى فاهمين يا جماعه. هل انت يعني الكلام ده بتاخد عليه فلوس؟ ان انت تطلع بقى تشكك في الاهلي وتشكك في ذمه الاهلي وتشكك في التحكيم، والتحكيم ده مع الاهلي والتحكيم ده عايز الاهلي يكسب؟ جاب لك حكم تركي النهارده. الحكام كلها النهارده حكام اجانب. انت بتتكلم في ايه يعني؟ مش فاهم، مش فاهم والله.